تقول العرب: كل ذي عاهة جبار. وما نشهده في حياتنا الواقعية يدل بالفعل على أن الإنسان صاحب العاهة غالبا ما يتميز بأمر ما. فما سر ذلك؟ في الحقيقة صاحب العاهة إما أن يكون موهوبا فطرة أو أن يسعى بجد إلى إثبات الذات، وأنه قادر على الرغم من عاهته على أن يلعب دورا هاما في الحياة. فتجده مثلا يتبحر في علم الفيزياء ليصبح فيما بعد ستيفن هوكينج، أو يفقد بصره فيصبح فيما بعد من فطاحل الشعراء كأبو العلاء المعري، أو يفقد سمعه فيصبح من أعظم موسيقيي العالم على طول التاريخ كبيتهوفن. أصدقائي، نفهم من أهل العاهات أن الإنسان قادر إذا ما أراد أن يقرأ من دون عينين كبورخيس، أو أن يكتب من دون يدين كنيك فويتشيتش. الأعرج قادر إذا ما أراد أن يعلمنا كيف نمشي، والأعمى قادر إذا ما أراد أن يعلمنا كيف نبصر، والألثغ قادر إذا ما أراد أن يعلمنا كيف نتكلم. العاهة الحقيقية يا سادة لا تكون في الأبدان، وإنما في فهم الإنسان، وفي نفس الإنسان، وفي قلب الإنسان.